أهلا بكم في حلقة جديدة. معكم محمد خفاجي من قناة أسرار التاريخ. لقد تحدثنا لكم في الحلقة السابقة عن الملك ميرن راعي الأول، والآن سوف نتحدث لكم عن ملك جديد وهو الملك بيبي الثاني نفركانا، وهو الملك الخامس من الأسرة السادسة. بعد وفاة الملك ميرن راعي الأول تولى الحكم أخوه الملك بيبي الثاني، الذي ذكر عنه المؤرخ مانيتون أنه وصل إلى العرش وعمره 6 سنوات بعد وفاة والده، وإنه حكم لفترة 94 عاما، وإن أمه كانت الوصية عليه، كما أن خاله الأمير جاو ووزير في نفس الوقت صاحب اليد العليا في تصريف أمور البلاد. في الواقع أن مانيتون لم يخطئ في ذلك، وبخاصة عندما قال أنه حكم حتى بلغ 100 من عمره، وبذلك يكون قد حكم 94 عاما تقريبا. ومن الطريف أن المؤرخ أرسطونيس قد أخبرنا أنه حكم 100 عام إلا ساعة واحدة، ولا نزاع في أن بيبي ضرب بسهم صائب في طول الحكم، وليس هناك من يصارعه، غير أنه كما يحدث غالبا في هذه الأحوال أن نهاية حكمه الطويل كانت نكبة على البلاد. ورغم توليه الملك صغيرا لم يحدث في البلاط أي اضطراب، وقد يكون السبب في ذلك أن خاله زاو قد حافظ على استتاب الأمن وقمع كل خلاف من هذه الناحية. ومن الظاهر أن أمه قد لعبت دورا تمثيليا معه في الحكم في بادئ الأمر، وربما كان ذلك هو السبب في ظهور اسمها وصورتها معه على إحدى نقوش وادي مغارة. وأن هذا النقش دون ذكرى لحملة في تلك المحاجر، ونرى أن الملك رغم أنه ذكر اسمه فإن صورته لم ترسم، على حين أن صورة والدته قد رسمت وتدل ألقابها على أمومتها لهذا الملك وللملك بيبي الأول. وفي الحقيقة كانت مدة حكم هذا الملك الذي عمر على العرش طويلا، مليئة بالبعثات إلى البلاد الأجنبية، وبخاصة في الفترة الأولى من حكمه. ولا غرابة في ذلك، فإن سياسة استثمار البلاد الجنوبية كانت قد رسمت من عهد أسلافه، وصارت بكل نشاط وفلاح، ولم يستجد أمام هذا الملك ورجال دولته من يعوقهم عن الماضي في هذا السبيل، وبخاصة أنه كان
يدر الخيرات على مصر من تلك الجهات. في عهد كانت موارد الملك قليلة نسبيا. وها هو تمثال من المرمر غاية في الروعة لعنخ أسن بيبي وابنها بيبي الثاني فرعون مصر. عموما، وبعد حكم الملك بيبي الثاني أطول فترة حكم لملك في التاريخ، على الرغم من أن هذا الرقم متنازع عليه من قبل بعض علماء المصريات الذين يؤيدون عهد أقصر مدة 64 عاما. وهنا ارتبط اسم هذا الملك بالحملات التي كان يرسلها إلى الجنوب بقيادة حكام الفنتين، أشهرهم حرخوف وبيبي نخت وميخو. كانت مصر في هذه الفترة في حاجة إلى الملك القوي يكون له من النفوذ والسلطان ما يقبح بهما جميع حكام الأقاليم الذين ضعف ولاءهم للحكومة المركزية وأصبح ولاءهم لهم إلا الحصول على مزيد من السلطة والمال دون اهتمام بأحوال رعيتهم. ولكن الملك بيبي لم يكن قويا، وبالتالي لم يكن قادرا على تصريف الأمور، وأخذ حكام الأقاليم يسلبونه سلطاته ما أمكنهم ذلك. وفي ظل هذه الظروف عمت الفوضى أرجاء البلاد. ولم يكن هناك من ضحية سوى العامل والفلاح الذين ذاقوا الأمرين، وما أن واتتهم الفرصة للتعبير عما تجيش به صدورهم حتى قاموا بثورة اجتماعية عارمة رافضين كل ما في المجتمع من ظلم وفساد. انتهت حياة الملك عن عمر يناهز 100 عام، وتم دفنه في هرم له في جنوب سقارة. وإلى هنا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة ومع آخر ملوك الأسرة المصرية السادسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.